5% هي النسبة التي تم اكتشافها فقط من المحيط. أكثر من 90% من المحيط ما نعرف عليه والو، أمر بزاف يخوف كي تخمم فيها، والمرعب أكثر هو شرع مخبي في الأعماق. نوا، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، مقرها الولايات المتحدة، وتنشط في دراسة الجو والتلوث والمحيطات. تستعمل هيدروفونز، وهي ميكروفونات حساسة خاصة يستعملوها به يسجلوا الموجات الصوتية تحت الماء، وهذه الأصوات اللي راح نسمعوها سجلتها نوا، وحتى يومنا هذا مازال ما عرفناش ولا متأكدش المصدر تاعها. كل الأصوات هنا مسرعة 16 مرة، وهذا به تسهل نسمع الموجات الصوتية المنخفضة للإنسان عادة ما يقدرش يسمعهم. أب سويب. تم تسجيل هذا الصوت في أوت 1991 بين نيوزيلندا وأمريكا الجنوبية، والصوت مرتفع جدا حيث أنه يمكن سماعه عبر كل أنحاء المحيط الهادئ، والصوت بقى مستمر بدون توقف حتى يومنا هذا، لكنه ينخفض تدريجيا، يكون عالي في فصل الربيع والخريف. يعتقد الباحثين أنه مصدر الصوت هو نشاط بركاني تحت الماء. بلوب. بقى مصدر هذا الصوت لغز لفترة طويلة. هذا الصوت تم تسجيله عام 1997 وهو في تردد منخفض جدا، لكن الصوت قوي لدرجة أنه تم التقاطه من حساسات مختلفة تبعد على بعضها 5000 كيلومتر. الباحثين نفوا أنه يكون صوت لغواصة ولا قنبلة، أي ما عنده حتى علاقة بنشاط بشري، وافترضوا أنه صوت لجبال جليدية موجودة في القطب الجنوبي. لكن إذا افترضنا أن هذا الصوت لمخلوق أو حيوان، فإنه هذا الصوت أقوى بأضعاف من أعلى صوت تم تسجيله لحيوان موثق، واللي هو الحوت الأزرق، أكبر مخلوق فوق الأرض حتى الآن. جوليا. سجل هذا الصوت في مارس عام 1999. احتمال الأول كما الآخرين أنه يكون زلزال جليدي. كان الصوت عالي جدا لدرجة أنه يمكن سماعه عبر كل المحيط الهادئ، واستمر لمدة 2 و43 ثانية. سلو داون. تم تسجيله في 19 ماي عام 1997، وأعطي هذا الاسم لأن الصوت يبقى يتباطأ لمدة 7 دقائق، ويعتقد أنه بسبب تحرك صفائح جليدية في القطب الجنوبي. ترين. صوت يشبه القطار صح؟ سجل في 5 مارس عام 1997. يعتقد أن مصدر الصوت هو انزلاق جبل جليدي عملاق موجود في القارة الجنوبية المتجمدة. لكن مهما يكون مصدر هذه الأصوات، فإنه من الأكيد أنه يوجد في الأعماق وين ما يوصلش الضوء حياة ونظام بيئي وأسرار ما زلنا ما اكتشفناهاش، وبالك ما راحش نكتشفوها أبدا إلا بإذن الله. وللتذكير أنه هذه الأصوات ما هيش واضحة ولا كيما اللي متعودين عليها، لأنه مسجلة تحت الماء وعلى عمق منخفض جدا، وفي ترددات الإنسان ما يقدرش يستقبلها، بين ما هيش رايحة تنسمع كيما في الهواء. قولوا واش رايكم في التعليقات، هل هذه الأصوات تخوف؟ هل هي ظواهر طبيعية كيما راهو مرجح، ولا أنه كاين حاجة مخبية؟ أنا عدنان، قناة 7. ما تنسوش إعجاب الفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم.